طبق البطاطس ده ملوش دعوة بده يا جماعة. ده هيتحط في التلاجة بقى من الفطار. يعني انا لسه بلم الاكل قبل السحور، الاكل الباقي ده ملوش دعوة بده. ده طبق بطاطس قليه للسحور. احطه جنب السحور، يعني جنب فول وطعمية وزبادي، جبنة، مخلل. يعني الموجود احطه بقى على الترابيزة ان شاء الله. ده ملوش دعوة بده. ده طبق البطاطس ملوش دعوة بالاكل اللي هيتشيل ده، لسه قليه دلوقتي. ألف هنا وشفا يا رب. اللي هياكل يتحط جنب السحور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا إن شاء الله كده اللي فات من الفطار يا جماعة بعينه. بسيبه لما يهدى خالص من السخونية، بروح حاطة في الطبق كده وبحط عليه الاسترتش راب ده، ولا اسمه ايه؟ الم- المهم، الاكل اللي بيبات بينفع يا جماعه. بعمل جنبيه تاني يوم اي حاجه. في الايام العاديه في ايام الفطار بعمل الاكل مثلا على يومين، انما في رمضان الاكل اللي بيفيد بروح عيناه لتاني يوم وبعمل جنبيه اي حاجه بقى. بعمل جنبيه وجبه تانية كده، اي حاجه، بس يعني ما بكترش عشان بيبقى عندي اكل من قبلها بيوم باقي، فبيوفر عليا في المجهود وبيوفر عليا في المصروف اللي هو اهم حاجه برضو. والمجهود في الوقفه اللي هي بتاعت طول النهار في رمضان. ربنا يدينا الصحه يا رب ونعمل. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، وموعود الايام علينا وعليكم يا رب بالف خير. اللهم امين يا رب العالمين. والدنيا بتمشي وزي الفل. الحمد لله يا رب. يعني كل ما بتصون النعمة ربنا بيكرمك. يعني تصون النعمة تصونك، هو كده. اهم حاجة تصون النعمة، ما ترميش الباقي تقولي لا. طالما الاكل نضيف وما يعني ما تحطش، ما حدش حط ايديه فيه مثلا. الاكل احنا بنغرف، بنحط كده الاكل، بيبقى اكلنا نضيف وتمام التمام. فاللي بيفيد بنروح عينينه، ما بنرميهوش يا جماعه. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. احطه بقى هو كده خلاص. هحطه في التلاجة بقى للفطار. نعيشنا بكره باذنك يا رب. والدنيا ماشيه وزي الفل والحمد لله. وما ترميش حاجه، ووفري ودبري. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.